السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ انا جايبة النهاردة نوع برجر حبيت اشارككم بيه. انا ما بعملش اعلانات لحد، بس انا يعني التجربة اللي انا بجربها بحب ان انا افيدكم بيها. لعل وعسى حد يستفيد. تمام. انا ولادي بقالهم فتره عايزين برجر عايزين برجر. انا كنت عامله برجر في البيت، وكان ما شاء الله طعمه جميل، بس ما صورتوش للاسف. واختي برضو بتعمله تحفه جدا. تمام كده. البرجر عندي كان خلص بقاله فتره، وبكان مكسله بصراحه اعمل، وقلت لاختي تعمل وكده، يعني لما تعملي معاها. تمام كده. فانا وقت ما نعمله ان شاء الله هنصوره. بس انا معايا النهارده برجر اطياب. بناء عن بقى الحاح كتير وكده ان نجيب برجر من بره، فجبنا اطياب. هفتحه معاكم، هو برجر حلو انا مجرباه قبل كده، وهفتحه معاكم ونشوفه عامل ازاي. بصوا حبايبي، فتحت العبوه معاكم اهو وفضيتها. هي العبوه بتيجي اكياس كده، كل قطعه متغلفه في كيس، والقطعه اهي. بصوا اللحم بتاعه جميل وريحته حلوه جدا. والكيس زي ما قلت لكم حبايبي، البرجر معانا اللي هو اطياب ده مكتوب عليه المكونات وطريقه الشوي وطريقه القلي، واي برجر عموما، وطريقه الحفظ وكل حاجه، حتى المصنع وكل تفاصيله مكتوبه عليه. بس اي برجر عموما حتى اللي تعمليه في البيت لما بيدخل تجميد ما بتسيبوهوش يفك عشان تعمليه. بيكون لسه مجمد كده شويه، يعني حوالي 60% تجميد. عشان خاطر تعملي. تعالوا مع بعض بقى نشوف هنعمله ازاي. بصوا حبايبي، معايا الطاسه اهي. يفضل ان هي تكون تيفال، سيراميك، جرانيت، يعني حاجه من دول عشان خاطر ما تلزقش، لان احنا هعمله بطريقه القلي، بس مش هحط زيت كتير. تمام، يعني هي يا دوبك مسحه زيت كده. تمام، نوزعها. ويسخن واجيب البرجر بتاعي. بس كده سخن، هفتح البرجر بتاعي زي ما قلت لكم، ما يكونش فاكك خالص، وابدا ان انا احطه. بسم الله. ياخد لون من على وش واقلبه على الوش التاني. بياخد لكل وش حوالي من 6 ل9 دقايق بالكتير قوي. بصوا كده اتحمرت من ناحيه اهي. تمام، وقلبتها على الوش التاني، وابدا اطلعها واكمل الباقي كله بنفس الطريقه. خلصت حبايبي كميه البرجر كلها اهي اللي انا هستخدمها. تمام. اخد على كل ناحيه حوالي 3 دقايق مش 6 دقايق، عشان يبقى باللون الحلو ده ومظبوط، ما يبقاش متحمر قوي. تمام. معانا الكايزر اهو، انا فتحته. هبدا بقى ان انا احط كاتشب ومايونيز. تمام كده. انا ما عنديش كابوتشا للاسف، فهضطر ان انا احط طماطم كده بس، وابدا احط قطعه من البرجر وكاتشب ومايونيز. يا رب يكون واضح اهو كده. هبدأ احط طماطم تاني، طماطمايه كمان، شريحة كمان. تمام قوي كده. وادي الساندوتش بتاعنا بتاع البرجر، ونحط جنبه بطاطس وكاتشب. بس كده خلصت التجربة بتاعتي النهاردة، البرجر اطياب. وادي البطاطس اهي انا محمراها، وحبة كاتشب عشان البطاطس. وبالهنا والشفا، واشوفكم في فيديو جديد، ودمتم بألف عافية.